المساهمة كضيف شرف في الفيلم؟ الدور ديالي أنا من الأهل، لأن ما يعطونيش بطل، لأن أنا راجل شيباني. أما عم، أما خال، أما أب، هادشي اللي غناخد. ما نقولش لك على الفيلم قبل ما تشوفوه. أنا وما نقدرش ندوي على الفيلم من ناحية الإخراج والتأليف ولا السيناريو، لا ما ندويش حتى نشوف الفيلم باقي ما شفتوش. ندوي كان المشاركة ديالي. المشاركة ديالي كانت بعض المشاهد في الفيلم، هذا هو اللي كاين. العام لا في نظرك الممثل اللي كيكبر في السن ما كيبقاوش يعطيوه ادوار بطوليه، وكيف ما قلتي كيعطيوه مثلا غير ادوار ثانويه كيكون اب ولا عم. صح. الواحد ملي كيكبر كيولي شاد المكانه ديالو، بالعكس اما كيلعب اب او كيلعب دور اللي يناسبه في السن. اما الشباب حنا اللي خصنا نشجعوا الشباب ونشجعوا السينما المغربيه، لان السينما المغربيه بدات كتموت. انا نشجع الشباب نبغيهم يخدموا باش ردوها للمكانه ديالها. السينما المغربيه اللي ناضلوا من اجلها الممثلين اللي قبل منا خصها ترجع لبلاصتها. اكيد. ما كيبقاش فيك الحال بعض المرات ولا كتقلق حيت كاين شويه الاجزاء ديال الرواد؟ شوفي الى هذا السؤال، اولا خصو تطرح على المسؤولين في الثقافه والفن في البلاد، وتطرح على المخرجين والمنتجين، لانهم هما اللي كيجيبوا الممثلين. وربما الدور ديالي ما كاينش. علاش ما كاينش؟ ربما الدور ديالي انا في شي عمل ما كاينش. كاين واحد احسن مني اللي غيأدي احسن مني، ما يبقاش فيها الحال. هي فرص. اكيد فرص كتجي للممثل كيخدم. سي هو المشاركه. خذ راحتك في السؤال. المشاركه ديالك فاصل ومتعه تمتعوا بها الناس، وخير دليل في يومين الصفحه ديال العشابي جابت له 3 مليون ديال الجيم، وهذا دليل ان الناس شافتها وعجباتهم، وهذا هو الرباعه ديالها. اكيد المغاربه كيطرحوا السؤال واش نفهم معاه ولا لا. ما نقدرش نقول لك كما قلت لك، انا ما نقدرش، لان النص اللي قال راه من طرفيكيا بنت لي ممثل كفء، وانا اديت الدور ديالي في المستوى، والناس اللي كيقولوا بصح كيعايروا فيه، هو كيقولوا لي تعديتي على داك الشيباني مريض وتكرفست عليه وفنان قديم وكذا. المهم هذاك الجدال هو اللي خلق المتعه. بالنسبه لك شو اختها كما قلتها؟ زوينه. انا بالنسبه لي عجبات الناس. درت شي 5 المدن، بعض العروض في بعض المدن، المدينه اللي كنزل فيها اللي ما كيفهمش كاع، ما يعرفش كاع شنو يقول له قلبت عليه الطابله والله لا عبرت عليه. هذه هي الحلاوه، ان الناس تواصلوا معايا. الراي ديالك في البرامج اللي دازوا في رمضان هذاك، كيفاش كتشوف انت هذاك الاداء ديال بعض؟ كل قناه وعندها مساوئ وعندها محاسن، وخير دليل ان الشعب المغربي ذواق. دار برنامج ديالو كيقول دابا الكاميرا كاسي غادي نشوفها في القناه كذا، والمسلسل غنشوفه في القناه كذا. كل قناه وعندها ميزه، فالمغاربه ولاو دايرين بروغرام. ما قدرتش شي قناه اللي دوز كلشي مزيان، كدور شي حاجه مزيانه وشي حاجه، وهذاك الشيء كيبان لك انت ما مزيانش، عاجب واحدين اخرين، ما تقدرش تحكم. اللي كيحكم هو الجمهور. يعني الشعور ديالك ملي كتشوف الوليدات صاعدين في المجال الحلاوه الشباب، انا نبغي لهم النجاح. الله يا ودي اللي كان حقه يطمع عقلو، وحنا دوزنا حقنا. اذا بقى البركه حنا نتعاونوا معاهم لتعزيز السينما اللي بدات تموت في المغرب. الله يا ودي، وحنا اي حاجه فداء الفن وتعجب الجمهور حنا معاهم. ما بقاش معاهم شي صعوبه؟ لا، الصعوبه في البدايه هو الفن الصعيب. الفن اي مهنه فيها الصعوبه، ما كايناش شي مهنه اللي ما فيها الصعوبات. اعطيني شي مهنه ما فيها الصعوبات، ونركزوا على الفن كلشي فيه الصعوبات. الله يحفظك.